السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل عشاق النخيل في كل الوطن العربي. اليوم 29/8/2024، يوم الخميس. ما شاء الله، ربنا يجعله موسم مبارك علينا وعليكم بالخير. النخل ده ما شاء الله كده، النخلة اللي بتجهز بنشيلها. اعتبر كده ده النخل ده كان طارح ما شاء الله كتير ومقصوص منه البلح بتاعه اهو. فاضل فيه اللي لسه ما طابش، بس ممكن قدامه يوم ولا يومين كمان ان شاء الله. والنخل ده كده متنضف. المفروض بتسيب جريدة ناشفة تحت العرجون، جريدة واحدة تحت العرجون القديم بتاع العام اللي فات. شيل كده العرجون ده يا عم أحمد. تمام، شدة شدة بس هتطلع معاك. تمام. الله يعطيك العافية يا أخي، بارك الله فيك. دي بقى اللي خلصوا من البلح ما شاء الله، تنضف وتنظيفها سمحة ما شاء الله. النخل ده كده بقى يترش حشري ويتغبر بكبريت ما شاء الله. ده تنظيف البلح، ونحاول نوريكم برضو تنظيف السيو. بسم الله ما شاء الله. دي برضو برحي ما شاء الله. دي خليت برضو من التمر هي. الناس اللي بتقول لي ان ننضف النخله امتى، افضل تنظيف مع قص البلح زي كده، مع قص العرجون. تمام. ودي تعتبر برضو نضفت كامله برضو هي، ما فيش الا الكم عرجون اللي فيهم بلحات ما طابوش دول اللي قاعدين. هنوريكم برضو النخل السيوه، خليكم معانا. ده السيوي بسم الله ما شاء الله، لسه ما خليتش من البلح، بس نضفتها كده. ما فيش الا العرجون بس اللي هنشيله وخلاص، ويعتبر متنضفه 100%. بسم الله ما شاء الله. واللي هنا دول متنضفوا دول خلاص كده وتفنشوا ما شاء الله. ربنا يجعله موسم مبارك علينا وعليكم بالخير ان شاء الله يا رب.